بيبدأ فيلمنا في جبال بلو ريدج في ولاية فيرجينيا، وبيبقى معانا بطلنا ديزموند، وبيبقى اتربى في وسط عيلة متدينة جدا مع أخوه هال وأمه بيرثا وأبو توم اللي كان لسه شايل جواه جراح الحرب العالمية الأولى وصدماتها. في يوم من الأيام خناقة عنيفة بتحصل ما بين ديزموند وأخوه، وديزموند في لحظة غضب بيمسك طوبة وكان ممكن يقتل بيها أخوه. اللحظة دي بتهزه من جوه وبتسيب علامة عمرها ما هتروح، وبتزرع في قلبه وصية واحدة يعيش بيها طول عمره: لا تقتل. تعدي بقى السنين، وبعد حوالي 15 سنة ديزموند بيشوف راجل واقع في الشارع بين الحياة والموت، ومن غير أي تفكير بيطلع الحزام بتاعه وبيعمله رباط ضاغط وبينقذ الراجل على طول. الدكتور بيشكره جدا وبيقول له: انت انقذت حياة بني آدم. الكلمة دي بتولع جواه شغف الطب ومساعدة الناس. وبعدها بيتعرف على الممرضة دورثي، ومن أول نظرة بيقع في حبها على طول، وبيتبرع بدمه بس علشان يقعد معاه شوية ويتكلموا، وعلاقتهم بتكبر على حب هادي، كتب طب وإيمان مشترك. وفجأة أخوه هال بيفاجئ العيلة كلها وبيقرر يدخل الجيش. الأب توم بيغضب وبيرفض الفكرة كلها. ذكريات الحرب طلعت كلها مرة واحدة، وبيفتكر صحابه اللي سابهم هناك جثث من غير حتى قبور. رغم كل ده ديزموند بيقرر يلتحق بالجيش هو كمان، بس كمسعف، لأنه مش قادر يقعد في البيت والناس بتحارب علشانه. وقبل ما يمشي بيتقدم علشان يخطب دورسي، ولكن هي بتوافق من غير تردد. وقبل السفر ديزموند بيزور أبوه في المقبرة، ولكن الأب بيحذره وبيقول له إن الحرب دي مفيهاش أي مجد، وإنه مش مستعد يدفن ابنه زي ما دفن صحابه زمان. ديزموند بيسافر على فورت جاكسون للتدريب، ومعاه إنجيل هدية من دورسي وجواه صورتها، حاجة تمسكه وسط المجهول. وبيوصل المعسكر بيتعرف على زمايله، وبعدها بيظهر الرقيب هاول، راجل صارم صوته عالي وبيهزق الكل وبيفرض النظام العسكري ونظام قاسي من اول لحظه. ديزموند بيطلع شاطر قوي في التدريبات البدنيه، والجبال اللي اتربى فيها عملت منه واحد جلده تخين. بس المشكله الحقيقيه بتبدا لما بيرفض يمسك البندقيه نهائي، وبيتسحب على طول لمكتب الكابتن غلوفر، وهناك بيشرح موقفه انه يعني ما بيشيلش سلاح وداخل الجيش علشان يخدم كمسعف بس. غلوفر بيسخر منه وبيشوفوا عبء عليهم وخطر على أي وحدة قتالية، وبيحاول يطلعه من الجيش بتقرير نفسي واتهمه بعدم الاتزان العقل. ولكن الطبيب النفسي بيطلع عكس كل التوقعات، وبيقرر ان ديزموند عاقل تماما وانه متمسك بمبادئه عن قناعة. القرار ده بيديله حق قانوني كامل في الجيش كمسعف قتالي. غلوفر ما بيعجبوش الكلام ده، وبيقرر يحول حياة ديزموند للجحيم. بيقوم الرقيب هاول يذله ويكلفه بأوسخ شغل في المعسكر، ومن ضمنه تنظيف الحمامات. وهاول كمان بيمنع كل الجنود من الأجازة آخر الأسبوع، وبيحمل ديزموند السبب قدامهم. فالحقد بيكبر اكتر واكتر جواهم، وفي ليله سودا الجنود بيهجموا على ديزموند وهو نايم، وبيضربوه ضرب مبرح علشان يكسروه ويخلوه يمشي. يجي بقى تاني يوم الصبح ديزموند بيطلع مليان كدمات وجروح، بس بيرفض يبلغ اي حد، وبيفضل ساكت وبيتمسك بمبادئه مهما كان الثمن. ولكن رغم الضرب الوحش اللي اتعرض له ديزموند بيرفض تماما يقول مين اللي اعتدى عليه ولا حتى بيشتكي، وبيقول ببساطة إن اللي في جسمه ده حادث. الموقف ده بيحير زمايله، واللي بيبدأوا يسألوا نفسهم إن إيه اللي مخلي الراجل ده متمسك بموقفه بالشكل ده. فترة التدريب بتخلص وكل الجنود بياخدوا أجازة، إلا ديزموند بيتقبض عليه بتهمة عصيان الأوامر، وبيبقى مهدد إنه يقضي باقي الحرب كلها في سجن عسكري. كابتن غلوفر بيحاول معاه للمرة الأخيرة، ودورثي كمان بتيجي تترجاه وبتقول له اعترف أو حتى المس السلاح بس علشان تخرج من الحبس. بس ديزموند بيرفض نهائي ومش مستعد يبيع مبادئه حتى لو اتمن حريته. في عز الضغط بتجيله الكوابيس القديمة، وبيفتكر اليوم اللي اضطر يرفع فيه مسدس على وش ابوه علشان يحمي امه. في اللحظة دي بالذات هي اللي خلته يقسم انه عمره ما هيمسك سلاح تاني. الاب توم بيتحرك وبيطلع بدلته العسكرية القديمة، وبيحط النياشين على صدره، وبيروح يقابل قائده القديم اللي بقى جنرال كبير، وبيطلب منه حاجة واحدة: انه يحمي حق ابنه. في المحكمة العسكرية والكل مستني الحكم بيدخل توم في اللحظة الأخيرة ومع رسالة رسمية من الجنرال. الرسالة دي بتأكد إن الدستور الأمريكي بيحمي حق الرافضين ضميريا في الخدمة العسكرية من غير سلاح. المحكمة بتسقط كل الاتهامات عن ديزموند، وديزموند بيتسمح له أخيرا يكمل كمسعف قتالي. القادة بيقولوا له بسخرية: مبروك، دلوقتي تقدر تجري على الجحيم الحرب من غير أي سلاح يحميه. وبعدها على طول سنة 1945 بيتبعت مع الفرقة 77 على جزيرة اوكيناوا في اليابان.
وأول ما بيوصلوا الجنود بيتصدموا بالواقع، جثث شالة بالشاحنات، وبيفهموا إن هما مجرد بديل للناس اللي ماتوا قبلهم، ومفيش بطولة بس اللي موجود بس موت وجثث. وبيبقى قدامهم منحدر مايدة أو زي ما بيسموه كده هاكسو ريدج، وبيبقى عبارة عن جرف صخري مرعب الجيش الأمريكي فشل يسيطر عليه 6 مرات قبل كده بسبب براعة ودقة اليابانيين في البناء. ديزموند بيضطر يشيل علامة الصليب الأحمر من على خوذته لأن القناصة اليابانيين بيعتمدوا يقتلوا المسعفين الأول علشان يسيبوا الجرحى يتعذبوا. الهجوم بيبدأ تحت غطا نيران البحرية، الجنود بيطلعوا بالحبال، وأول ما بيوصلوا فوق بيلاقوا جحيم وانفجارات ودخان ونار ومعركة من غير أي رحمة. بيبدأ يسحب الجرحى واحد ورا التاني حتى اللي الكل قال عليهم ماتوا أو مستحيل ينقذوهم هو بيرفض يسيبهم. علاقة جديدة بتتكون بينه وبين سميتي، وبيقدر يحميه وبيقتل أي جندي ياباني بيحاول يقرب منه. وديزموند بيكمل شغله من غير ما يبص وراه. الليل بينزل والقادة بتأمر الجنود يثبتوا في الخنادق، ولكن ديزموند بيرفض يرتاح وبيسمع صراخ الجرحى في الضلمة، وما بيقدرش يسكت، بياخد نفسه وبيطلع لوحده في الضلمة وهو رايح يدور على ناس لسه عايش ولسه محتاجين حد يقول لهم مش هيسيبهم. ديزموند وسميتي بيستخبوا في خندق واحد. سميتي أخيرا بيعترف إن هو بقى يحترم ديزموند من كل قلبه بعد اللي شافه منه وشجاعته وتضحيته، والاتنين بيقعدوا يحكوا لبعض حكايات عن حياتهم ولحظات إنسانية بتقربوا من بعض أكتر. ديزموند بيحكي له إن سر كرهه للسلاح في ليلة كان أبوه فيها سكران، ولكن هو اضطر يرفع مسدس في وشه علشان يحمي أمه وما ضربش نار، بس اللحظة دي كسرته من جوه وحس إنه قتل أبوه في قلبه. ومن ساعتها أقسم قدام ربنا إنه عمره ما هيمسك سلاح تاني. ومع أول ضوء الفجر الجيش الياباني بيشن هجوم مضاد عنيف، الدنيا بتتقلب والفوضى في كل مكان والرصاص في كل حتة. وسط المعركة سميتي بيتصاب إصابات قاتلة وبيموت بين إيدين ديزموند اللي مش قادر يصدق إن صاحبه راح في مشهد مؤثر. القوات الأمريكية بتتراجع كلها فوق الجرف، بس ديزموند بيرفض ينزل وبيسمع صريخ الجرحى اللي اتسابوا فوق، وبيحس إن في نداء جواه ورسالة واضحة لازم يرجع له. وبيروح لوحده ديزموند وبيبدأ الملحمة، وبيجري وسط النار والجثث وبيسحب المصابين وحده واحد ورا التاني، وبيخترع طريقة بعقدة الحبال علشان ينزلهم من فوق الجرف من غير ما يموتوا. وفي لحظة تحبس النفس بيدفن نفسه مع جريح تحت التراب وجثة جندي، وبيستنى دورية يابانية تعدي من فوقهم من غير ما تحس بيهم. وأول ما الخطر يعدي بيكمل مهمته ولكن أي حاجة حصلت. وفي نفق ياباني بيقع ديزموند فجأة وبيلاقي جندي ياباني جريح قدامه، وبدل ما يسيبه أو يهرب بيضمد له جراحه وبيديله مورفين. بالنسبة له الجريح جريح مفيش عدو. طوال الليل بقى وتحت المطر والنار ديزموند بيفضل ينقذ في الناس، وإيده تتفتح وبتنزف وجسمه بينهار، وكل شوية يهمس بدعائه اللي بقى أسطورة: يا رب خليني أنقذ واحد كمان بس. ومع الفجر الكابتن غلوفر بيقف مذهول وهو شايف عشرات الجرحى بيوصلوا تحت الجرف، والناجين بيقولوا له الحقيقة الجمال اللي كنت بتسخر منه هو اللي أنقذنا كلنا واحد ورا التاني. ديزموند بيلاقي الرقيب هاول مصاب رغم الخطر اللي فيه، بيرفض يسيبه وبيجره تحت نار القناصة، وفي لحظة معجزة رصاصة بتضرب خوذته وبتتردد وبتنقذ حياته. ولكن أخيرا ديزموند وهاول بيوصلوا لحافة الجرف وبينزلوا بسلام تحت غطا نيران غلوفر والجنود اللي رجعوا في آخر لحظة وبيحموه. ديزموند بيتقابل باحترام عمره ما شافه. كابتن غلوفر بيقف قدامه وبيعتذر له قدام الكل وبيقول له أنا عمري ما شفت إيمان بالقوة دي، وبيعلن قرار غريب ولكن صادق: مش هنهاجم تاني غير لما ديزموند يخلص صلاته. وفي المستشفى الميداني ديزموند بيسمع الخبر اللي بيكسر القلب: المسعف التاني في الفريق مات. الخبر ده بيوجعه قوي وبيحس ان الحمل كبير عليه وانه مسؤول عن كل واحد معاه. كابتن غلوفر بيجيله وبيعتذر له بكل صدق، مش كلام قضى وخلاص، وبيقول له من قلبه انا ظلمتك وانت عملت لبلدك اكتر من اي حد شفته. غلوفر بيبلغه ان الهجوم الاخير هيبقى يوم السبت، اليوم المقدس عند ديزموند، وبيقترح عليه يفضل بعيد. بس ديزموند من غير تردد بيقرر يطلع، مش علشان يحارب لكن علشان ينقذ اللي يقدر عليه. مشهد قوي يهز اي حد. الكتيبة كلها بتقف ساكتة ومحدش بيتحرك مستنيين ديزموند يخلص صلاته الاول، وبقى مؤمنين ان وجوده وسطهم حماية ليهم وانهم من غيره ناقصين حاجة. الهجوم بيبدأ والامريكان بيفاجئوا اليابانيين مستغلين الانفاق والمواقع اللي ديزموند اكتشفها قبل كده، وكافة المعركة اخيرا بتميل لصالحهم. اليابانيين بيحاولوا يخدعوا الجنود برفع الراية البيضاء، وفجأة بيرموا قنابل وسطهم. لحظة رعب. ديزموند على طول من غير اي تفكير
بيجري وبيحاول يبعد القنبلة برجله علشان يحمي اللي حواليه. القنبلة بتنفجر وبيتصاب إصابات خطيرة جدا في جسمه وفي رجله، بس بينقذ غيره. وهو بيتشال على المحافة تحت النار الإنجيل بتاعه بيقع من إيده. الجنود رغم الرصاص بيقفوا ويرجعوا يجيبوه ويحطوه في إيده تاني. احترام وحب مش مجرد شفقة. وفي النهاية الأمريكان بيحاولوا النصر وبيسيطروا على هاكسو ريدج. القائد الياباني بعد الهزيمة بينتحر تقصيا تكفيريا عن فشله. ودي كانت نهاية أسطورة واحد ممسكش سلاح بس غير مجرى معركة كاملة بإيمانه وشجاعته. متنساش بقى لو عجبك الفيلم اشتراكك الجميل واللايك بتاعك علشان نضمن ان الفيديو يوصل للكل.